كيبدا الفيلم ديالنا من وقف الجزء الاول باش بول اتيريس هرب من الفريمين للصحراء. هو ولد دوك الاميره جيسيكا، وكيحاولوا يتاقلموا مع الحياه وسط الرمال والعجاج. وبول اللي كان غير امير عادي دابا ولا كيشوفوا شي حد بحال المختار اللي غادي يحررهم من قبضه الامبراطور والدار الهاركونية. وسط هاد الاحداث بول كان كيتعلم بزاف د الحوايج من الفريمين، من كيفاش يصطاد الماء او الصحراء القاحله، كيفاش يستعمل السلاح ديالو، حتى كيفاش يركب على ديك الدودة ديال الرملان اللي هو رمز القوة الحقيقي الاريكس. مع الوقت بدا كيدخل في ثقافتهم وتعلم لغتهم ولا واحد منهم بالمعقول، حتى انه بداو كيسموه المحارب الديب شاني، المحارب القوي. كانت اقرب وحده ليه ديب شاني، محاربة قوية كانت اقرب وحده ليه، ودارت بيناتهم علاقة ديال حب، ولكن وسط واحد العالم اللي فيه الحب كيعتبر الرفاهية علاقة ديالهم ما كانتش سهلة، خصوصا مع الضغط اللي كان كيزداد على بول باش يكون قائد المنتظر. كانت كتآمن به، ولكن في نفس الوقت كانت خايفة من القوة اللي غتكبر عنده. في نفس الوقت دار هارون تحت قيادة البارون سياكوباتي ما بغاوش يخليوه يرتاح، وكانوا كيخططوا باش يسحقوا الفريمين قبل ما يكبر الخطر ديالهم، وبداو كيرسلوا جيوش بأحدث التقنيات. ولكن بول ما خلاهمش يخدموا الخطط ديالهم بسهولة، حتى كيوجد الفريمين تحت راية وحده، وكيعلمهم تيكي تاكا الحرب المتطورة، وكيستعمل دودة ديال الرمال كدبابة طبيعية، الشيء اللي خلى الامبراطور بنفسه يحس بالخطر. وسط الحروب الام ديال بول جيسيكا اللي كانت ساحرة بين الجسريات لعبات ورقها مزيان وولات كاهنة اعظم ديال الفريمين بعد ما شربت داك الماء ديال الحياة. ولكن هذا الشيء كان عنده تأثير جانبي غريب، حيث الجنين اللي كان كرشها بدا كيظهر وكيعقل قبل ما يتزاد. وهنا كنعرفوا ان بنتها ارايا غادي تكون شي حاجه خارقه للعاده، الوحده اللي ممكن تقلب الموازين الامبراطوريه. فيني بدا كيشوف كيفاش بول كيغلب الاعداء واحد مره واحد، وتحت الضغط قرر يدير التحالف مع الهاروكانيين باش يساليها مع بول قبل ما يفوت الاول. ولكن بول كان سابقهم بخطوه، ماشي هو وصحابو الفريمين تهجموا على العاصمة أريكس باستعمال تيكي تاكا جديدة، وكل المعركة أسطورية كل المقاييس. في الوقت اللي كان بول كيجمع الجيوش في خطة المعركة النهائية، كان عنده شي رؤى كتسطعو على المستقبل، كيحلم بكوارث وحروب لا نهاية لها، وكان كيعرف أن أي خطوة غادي يديرها غادي تولي عندها عواقب كبيرة. رغم هذا الشيء ما كانش عنده خيار إما أن يحكم وإلا أنه يتمسح من الوجود. في واحد المواجهة اللي كانت مصيرية، بول تواجه مع بيدروتا والوارث ديال السايكو ديال هاراكون في مبارزة حتى الموت. فبيدروتا كان قوي وماشي سهل، ولكن بول كان أذكى وأسرع، وفي الأخير سيف البول هو اللي كان العنق العدو قدام أعين الجميع. ولكن النصر ما كانش غير الميدان، بل حتى في العقل وفي التخطيط. فبول دخل القصر ديال الامبراطور بقوة، وواجهه وجها لوجه قدام الجميع، وقال لي عندي لك جوج اختيارات، يا اما تنازل على العرش وتعطيني بنتك نزوج بها باش نوحد القبائل، يا اما ندمر كل شيء ونسيطروا على الكون بالسيف. والامبراطور اللي ما كانش عنده خيار اخر اضطر يخضع ليه، والعرش تبدل. ولكن شاني اللي كانت ديما حاضرة جنبه كانت كتشوفه أمور بواحد النظرة مختلفة. رغم الفرق بينها وبين بول، كانت عارفة باللي الطموح ديالو غادي يجيب معاه الحروب والكوارث وماشي ساهلين. الفيلم تسالى بول وهو جالس فوق العرش، وشاني كتشوف فيه بحال إلا كتعرف باللي المستقبل ديالهم ما غاديش يكون سهل، والحرب أخرى كتسناهم. في الفريمين فرحانين باللي بول ولا قائد ديالهم، ولكن ديما غادي يبقى قائد اللي كيحلموا به ولا غادي يتحول لواحد جديد؟ هذا السؤال اللي كيبقى. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، ما تنساوش تفرجوا في المحتوى السابق، ديروا اشتراك باش تشوفوا الملخصات الجايه. كان معكم خوكم بفليكس، تهلاو، تلاقاو في الفيديو الجاي.